السلام عليكم ولاد بلادي في كل مكان. غادي نبدوها بسيريو. كامل شفتوا واش راه صاري في فرنسا؟ راهي مخلطه بارتو، ما خلوا حتى حاجه وكملوا معاها. علاش؟ ها خربوا في جزائري. علاش؟ العنصريه. ما يتامنوش. طفل صغير عنده 17 عام تروح تيري عليه. هذاك البوليسي تحسب ما عطيش هو مال اللحيه قد نهاك. تيري على واحد قد ولدك، قد ولد ولدك. يا واحد العنصري. شفتوا لي زالجيري اش يديروا على خاطر الدم الجزائري ولا ما شفتوش؟ الله يجيب الشر لفرنسا. هذا ما نقولوش الله يجيب الخير. يلا يجيب الشر. يا شر جايكم يا محمد، يا تشر جايكم. يلا يجيب الشر. قال لك كاين واحد المثل يقول بغى يكحلها عماها. ماكرون هذا واش قال لهم؟ قال لهم الشرطي بغى يدافع على نفسه. شفتوا فرنسا؟ قال لك بغى يدافع على نفسه، بغى يبرئه وتزيد تتخلط. قال لك اللي ما خرج زاد خرج. مور هذا التصريح. قال لك اللي كان بينه وبين زاد صدم. حتى هذوك اللي شعوراتهم صفر وخرجوا يا محمد، هذوك ولاد فرنسا، هذوك اللي جون شعوراتهم صفر قال لك وخرجوا. قال لك اللي دخل البنك دخل، اللي راح للشركه تاع ياماها راح، اللي رفد البناوات، اللي خاون التروتينات. قال لك المهم نتظاهروا بكل الطرق. المهم قال لك بداوها الجزائريين الله يحفظهم في كل مكان وكملوها الفرنسيس. وقال لك زادوا لحقوهم كاع الاجناس وكاع لي مينور. قال لك الاغلبيه لي مينور. فرنسا قال لك راه قاض بقريب 1000 مينور. الله يجيب الخير، الله يجيب الشر، والله يجيب الخير لولاد بلادنا اللي راهم ثما. كي كنت نقول لوحدين باللي غير بالحمايه المدنيه نحسن له شي دول. انا ذكر عتبان لي في بالي غير الجاليه الجزائريه اللي راهي في فرنسا غادي ترد فرنسا ولايه خاضعه للجزائر، ماشي تردها جزائريه، غير ولايه خاضعه للجزائر. كيما سبته ومليليا تما نردوها محتله. يعني فرنسا الجزائر محتله فرنسا غير بالجاليه نتاعنا اللي راهي فيها. خويا وتخرج الجزائر ببيان بخصوص حادثه الطفل النائل رحمه الله. قال لك بيان قوي ومهم للغايه. السلطات العليا في البلاد تفاعلت مع القضية التي ستأخذ أبعادا خطيرة بعدما تناقلت وسائل إعلام دولية ومحلية الخبر على نطاق واسع. فوفق متابعين فإن الوضع الفرنسي الجزائري سيكون مناسبا للرد القاسي من الجزائر اتجاه فرنسا، خاصة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تعهد بحماية الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج سواء في فرنسا أو في أي بلد آخر. وهذا أكبر دليل بأن الجزائر اليوم ليست بجزائر الامس. ديجا اسمع سي بومدين شاقال على فرنسا. اسمع يا اللي خنت دينك ووطنك. اسمع بومدين شاقال على فرنسا. اسمع هي وريني اطلق عليا. هذه الدولة التي ذبحت عشر هذا الشعب لم تنسى بعد، ويحز في نفسها أن ترى أمامها شعب رافع راسه، شعب اللي هو يبني في نفسه هذا الواقع. وقد نبهنا مرارا وتكرارا السلطات الفرنسية وخصوصا أعلى سلطة في هذه البلاد، وقلنا لهم كفانا حرب الجزائر. وزاد كملها الرئيس في 2023 واش قال؟ الند للند، وإذا بدات والله ما تنتهي. نولي للخونة تاع الوطن. وين راكم؟ دخلت للصفحات نتاعكم ضرب طلة يا ما لقيت والو. اخر منشور لقيته عند واحد البنادم داير على عيد الاضحى قال لهم الجزائر مغليه الكباش. واحد كاتب باللي روسيا راهي تحكم في الجزائر. واحد داير كشف العمره يا نهار هو يسب في ولاد بلاده ولاد الجزائريين. هذا اذا كنت انت جزائري وباك جزائري يا ولد الحركي، يا واحد الحركي اللي باك حركي واللي باع خوتها الجزائريين ملي كانوا رافدين السلاح. ايا وين راكم؟ والله ما تحشموا. ما تقدروش تخرجوا دروك تنتقدوهم، ما تقدروش تهضروا في الشرطه الفرنسيه. ياك في الملاعب الجزائريه غير بوليسي يخرج يدنا المناصر جزائري ديروا له حيحايه باللي الشرطه فيها وعليها، وجايين تخرطوا علينا باللي احنا ندافعوا على كل ما هو جزائري. دافع على ولد بلادك هذا نائل لي. اخرج نعرفك راجل، اخرج نعرفك راجل وارقاس كيما يقولوا خاوتنا في القبايل. اخرج دافع على اخوك نائل. راك تقول ولد بلادي ودافع على الجزائريين في كل مكان. اخرج دافع على نائل. اخرج تحدى السلطات الفرنسيه.
ولا يسلموك بطبق من ذهب، تهدر ردوك. ياك قالها بومدين الله يرحمه في ذيك الركده: اذا رايتم فرنسا راضيه عنا فاعلموا اننا نمشي في الطريق الخطا. وقال ثاني: من يخون وطنه فقد خان ربه ودينه وشرفه واهله، موته اشرف له من حياته. الزعيم قالها لانه كان يعرف باللي رايح، لانه يعرف باللي في كل بلاد فيها الخونه. يا وحد الحرك اللي بعتوا الشرف نتاعكم للعياشه ولا المخازنيه ولا الفرنسيين وحتى البني صوص. ايوا تقولوا رانا في بلاد فيها الديمقراطيه. ياك الجيش الفرنسي خرج وقال لكم الشرطي حس بالخطر ودافع على نفسه. هذا الجيش تاع فرنسا. وين راه الدونجي؟ السيد قاضي بالفولو الله يرحمه وهو يهدد فيه، يجي تقول لي انا يدافع على نفسه وطفل في عمره 17 عام. ها بلاد الديمقراطيه، بلاد السونسيس. انا شفت كاع الاجناس خرجوا على خاطر هذا نائب، حتى هذوك اللي شعوراتهم صفر قلت لكم عليهم تاع ولاد الفرنسيين، وخرجوا يتظاهروا وما عجبهمش الحال. وانت قعد مقابل بلادك وتخون في كذا وتخون في كذا وتدمر في كل ما هو جزائري. المهم الله يرحم نائل وربي معاكم خوتنا اللي راكم في فرنسا ولاد الجزائر الاحرار، والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. الله يفتح عليكم ولاد بلادي، الله يفتح عليكم. شوفوا جامي طلبتكم طلعوا هذا الفيديو الله يحفظكم. هذا الفيديو اللي يطلع دير جيم بارطاج، خليه يوصل لولاد المخازنيه ولاد الحرك وباني الصوص. بارطاجوا ولاد بلادي. الله يرحم خونا نائل والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. تحيه الجزائر.